صباح الورد والفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى النهارده قست اللبس بتاع الصيف بتاع المدرسه، لقيته صغير. البنطلون اهو رميته والله ورا، قصير عامل زي فطوط. اما اجي هوريها لكم. بصوا بقى هاخده، هننزل نشتري لبس المدرسه، هنجيب له طقم، هنجيب له بنطلون وتيشيرت. يعني التيشيرت اللي هو الفوشيا دون اليونيفورم بتاعه. فهنزل الف لفه كده وهفرجكم برده على المحلات، وما نيجي نعمل مع بعض الروتين. لو انت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا ان شاء الله. ما تنسيش كمان تعلقي تعليق بذكر الله عشان يكون صدقه جاريه ليك ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف كده الرحله بتاعتنا تبتدي منين لفين وهنعمل ايه النهارده في يومنا. حطي لايك حلو زيك، ايوه اقول له. لا يحطوا لايك هنا، التيك توك هو التكبير. حطوا لايك حلو. انا لبست ماشي. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الدراسي الجديد بقى. احنا مش هنروح لحد بكره، لا احنا هنروح يوم الثلاث. المدرسه بتاعتنا قالت لنا بتاعت صيف الفصل يعني، كلمناها وكده قالت لنا لا الدراسه عندكم انتوا المرحله بتاعتكم هتبقى يوم الثلاث، مش هنروح لحد. فاحنا لسه قدامنا بكره وبعده، عشان ما حدش يقول لي انت نازله قبل الدراسه بيوم، لا لسه قدامنا شويه ما تقلقوش. ويلا بينا بقى على الرحله بتاعتنا، نبتدي بقى المشوار بتاعنا. عايزه اقول لكم المكان ده قريب مننا جدا، يعني شارع كده او شارعين وبنكون في المكان دون. هنا بقى كان فيه شنط كتير ما شاء الله، وعايزه اقول لكم كل حاجه موجوده جنبنا. يعني عارفين العتبه، احنا هنا زي سوق العتبه كده، والاسعار حلوه جدا ما شاء الله كمان. بصوا بقى هنا ده التيشيرت اللي جبته جبته مقاس 13، مكتوب عليه على الورقه ورا 13. كبير ما شاء الله وواسع وحلو، يعني مش ضيق مش ماسك عليه، لا هو كبير قوي ولا صغير قوي، متوسط يعني متوسط الحجم كده، فاهميني؟ اللي هو ينفع مع السنه الجايه كمان واللي بعدها ان شاء الله. التيشيرت القديم بتاعه بتاع المدرسه ده عليه، وطبعا بقى خلاص هعينه لاخته، لان اخته ان شاء الله برده هتروح نفس المدرسه. تعالوا بقى ندور له على بنطلون. بصوا انا لقيت هنا في اللياقه بتاعه الفانيلا دي او التيشيرت دون خيط كده بزياده، فانا بدور على واحده تانية تكون كويسه، بدور على نفس المقاس. المقاسات الاغلب اللي موجوده يعني الكتيره موجود مقاس 8 اللي هو بتاع اولى ابتدائي بقى دون، و9 و10 و11 13 قليل جدا، يعني تعتبر دي اخر قطعه. استنوا كده هبص برده وهنشوف يعني الدنيا فيها ايه. ان شاء الله الاقي المقاس، عشان انا عاوزه اخده، لازم اخده النهارده، خلاص المدرسه بعد بكره يعني زي ما انتوا عارفين. قولوا لي نزلت ليه متاخر يا ام سيف؟ هقول لكم انا يا جماعه بحب اسيب نفسي لاخر وقت، مش عارفه ليه عندي بجد بروبليمه يعني، ان انا دايما بسيب نفسي لاخر وقت. المهم هنا زي ما قلت لكم في تيشيرتات المدارس في كل المدارس، يعني كل الزيات وكل الانواع. كل مدرسه وليها زي طبعا انتوا عارفين، وكل مرحله برضو وليها زي معين يونيفورم كده خاص بيها، كله هنا موجود. ده بقى البنطلون برضو اللي جبته له، عايزه اقول لكم جميل جدا، المقاس حلو، بس مش عارفه مالك يا سيف واقف لنا عامل لنا كده ليه المهم مقاسه حلو. بما اني برضو معايا 250 جنيه بتوعي فبيقرصوني، هتفرج بقى على الشباشب هنا. عايزه ابقى اجيب لي شبشب، وعايزه اجيب برضو عبايات من اللي انتوا شفتوها من شويه دي. العبايات دي برضو شكلها شيك قوي، دي برضو شنط للمدرسه وكده. بصوا بقى بعد ما خلصنا اشتريت بقى البنطلون الجديد هفرجكم عليه، والقديم يا جماعه قصير جدا. الفرق ما بينه وما بين القديم فعلا كبير. بصوا فرق كبير ازاي، يعني قيمه ايه شبرين كده. وده التيشيرت الجديد طبعا زي ما قلت لكم. القديم ده خلاص هعينه في كيسه بقى، وعينه تحت السرير خلاص لاخته ان شاء الله. السنه الجايه بقى قيسوا عليها، لو طلع على مقاسها تمام، ما طلعش خلاص. وسفاسيفه حلق، بصوا الحلقه الجميله دي، بصوا وشه نور بس مكشر قوي تقريبا كده، حد زعله؟ حد زعلك ياض المهم مش مشكله، بس المهم ان احنا حلقنا له، لان في المدرسه بيحاسبوا على الحلاقه، لازم الطفل يكون حلق شعره، وبيبصوا على ضوافر ايديه ورجليه. لو ضوافره طويله بيخرجوه من الطابور وبيقولوا له لا، بيجيبوه ولي امره. هنا بقى اشتريت له كراريس. انا ما بجيبش يا جماعه دست او كده، لان انا لسه يعني ايه فرح ما دخلتش مدرسه، او الولاد مش محتاجين كراريس كتير. جبت بقى ايه 6 كراسات، 2 9 سطور، و2 مربعات، و2 انجليش وجبت له قلمين نوعهم حلو برضو، اللي هو الفيبر كاستل ده، عشان يعرف يكتب بيهم وخطه يبقى حلو. بس يعني دفعت لي شويه فلوس حلوه يعني. المهم انا مش عارفه الراجل تقريبا، مش عارفه الحساب مش مظبوط ليه معاه، هرجع له تاني كده واساله على الاسعار. بصوا هو كشكول ب4 جنيه، او الكراسه ب4 جنيه، القلم ده الواحد ب7 جنيه. بعد كده بقى كنت هعمل عجينه العيش الفينو في البيت، عملتها وعجنتها وسبتها تخمر، وطبعا زين مجنني، قلت بسرعه يلا الحق اكورها واظبطها، لازم اعمل كده عشان العجينه ما تبص مني. فانا هنا بقى ايه بفضي التخمير منها او الهواء منها، وبعد كده هعملها كور. انا عملت كوبايتين دقيق، عليهم معلقه لبن بودره، معلقه خميره فوريه يا جماعه، ونص معلقه من البيكنج باودر. وعايزه اقول لكم هيطلع عيش معاكم بقى تحفه. وطبعا ميه دافيه للتخمير عشان تخمري العجينه بتاعتك، وتكون دافيه عشان الخميره تشتغل معاكي.
وبس كده، وبتعملي كله مع بعضه وبتعجنيه. ما تعجنيش فيه قوي، لازم يكون برضو طري شويه وبيلزق معاكي وكده. المهم انا هعمل كله كده كور صغيره على قد الاستخدام بتاعي. عايزه اقول لك الرغيف الفينو دلوقتي انت بتجيبيه بقى بكام؟ بتجيبي الواحد الصغير خالص بجنيه وربع غلوه عندنا، وفي بقى ب3 وفي ب2، في يعني كل الاحجام. اصغر حاجه زي ما قلت لكم بجنيه وربع. تمام. المهم هنا بقى بكوره كده تكويره حلوه كده، وبسيبه برده يرتاح شويه، وبعد كده هفرده بايدي، مش لازم نشابه يعني، ايدي موجوده هي. وتك تك في ثواني هعمل حوالي 7 أو 8 ترغيفه من العيش الفينو، وهحط عليهم سمسم كمان، يعني هنظبط الدنيا. اعملي انت كمان في البيت هيطلع جميل معاكي. وعادي بصي هقولك على حاجه، لو باظ يعني لو قدر الله هيطلع معاكي عامل زي القرص، كلي القرص وحشه جميله برضه، بس هو ان شاء الله مش هيبوظ معاكي خالص، هيكون لطيف كده ولذيذ وزي العسل. طالما انت عامله الحاجه لاولادك هيحبوها ويتقبلوها، وان شاء الله طالما يعني نيتك خير، لان الحاجه غاليه، الحاجه مش هتبوظ ابدا. جربي في حاجه بسيطه، جربي في كوبايتين دقيق بس، جربي في كوبايه دقيق، جربي كده، ولو طلع معاكي مظبوط بعد كده زودي براحتك. بصوا هنا زين مجنني، اديت له حته مولت ياكلها عشان يقعد ساكت شويه. زين لازم ماما تشيله، ما بيرتاحش غير لما ماما تشيله. ادعوا لي ان انا ربنا يقدرني يا جماعه، واقدر اعمل معاكم فيديوهات كتير الفتره اللي جايه ان شاء الله. بكره انا المدرسه عندي هتبقى يوم الثلاث، هسجل معاكم بقى روتين اول يوم مدرسه واحنا رايحين المدرسه كده وهنظبط. بصوا حطيت عليه رشه من السمسم، ودهنت وشه باللبن، ودخلته بقى الفرن على درجه حراره عاليه، وبعد كده حطيت عليه فوطه مبلوله بالميه وسبته شويه، وبعد كده جيت طلعته بقى. وعايزه اقول لكم تحفه، ما لحقتش ان انا اصوره لكم وافتحه لكم، اكلوه كله في ثواني، كانوا لسه بقى ايه عايزين يفطروا كده فاديته لهم. هنا برضو كيكه الشوكولاته دي حلوه قوي للمدرسه، انا عملتها، حبيت برضو افرجكم عليها. عايزه اقول لكم بتبقى هشه جدا وناجحه جدا. تعملي بقى معاها صوص وحطي منها في اللانش بوكس لاولادك، او ممكن تعملي كاب كيك بالشوكولاته برضو وتديه لاولادك، احسن من حاجه حلوه بره واوفر. بنص كيلو دقيق هتعملي كميه كبيره جدا من الكيكه دي. انا عاملاها بكوبايتين ونص من الدقيق بس، ومعلقه كاكاو خام. تمام. ومن غير بيض خالص ولا حليب، بميه بس يا جماعه سخنه، وكيس اللي هي البيكنج باودر كله حطيناه معاها، وضربناها في الخلاط، وحطينا بقى بعد كده معاها الدقيق وبس. الصوص بقى يا جماعه عباره عن كاكاو ولبن، وممكن تستغني عن اللبن وتحطي ميه ورشه صغيره او نقطه صغيره من الزيت. عايزه اقول لكم جميله، الاولاد بيموتوا فيها. اديها لهم كده بقى في علبه صغيره للمدرسه، بتبقى جميله جدا جدا، ومن غير بيض زي ما قلت لك لان البيض غالي. بصوا هشه جدا وزي القمر ازاي، والصوص بتاعها اقتصادي وحلوه قوي، بجد جميله يا جماعه. خلصنا كده بقى التجهيزات بتاعتنا الحلوه. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده بامر الله تعالى غدا. بصوا نزلت السوق، نفسي هفتني على السمك المقلي. السمك المقلي او السمك عموما اليومين دول سعره يعني ولا في العلالي كالعاده ب67 جنيه. جبت شويه بهارات سمك بقى زي العسل، وشويه كزبره ناشفه بودره، وهحطهم برضو معايا في التتبيله بتاعتي. وجبت ايه بقى يا جماعه، جبت كنافه عشان جوزي كان عاوزها بس مش هعملها النهارده. جبت فلفل رومي وبقدونس، الكنافه هعملها بكره ان شاء الله، لان في كيكه خلاص، لما تخلص بقى الكيكه نشتغل ايه مع الكنافه بعملها بطريقه جميله وسهله. استنوا الفيديو بتاعها ان شاء الله. انا بقى بجهز التتبيله او الخلطه بتاعت السمك المقلي. بصوا انا معايا فلفله روميايه كده وكام فص من الثوم، ضربتهم في الكبه، وبعد كده حطيت عليهم ليمون وخل، وطبعا البهارات بتاعتي بقى الكمون، كزبره الناشفه، بهارات السمك، شويه الملح بتوعي، ونبدا بقى ايه نتبل. وطبعا السمك انا غسلاه كويس ومنضفاه تنظيفه حلوه كده عميقه، حطيت عليه خل وليمون وخليته فله شمعه منوره. نبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا ونظبط الدنيا كده. والبهارات دي ريحتها حلوه قوي يا جماعه، ريحتها جميله. بصوا بقى هنا اهم حاجه بقى تحطي كزبره الناشفه، بتديكي طعم حلو قوي، شويه فلفل اسمر، كل ده بيديكي طعم حلو للسمك بتاعي. بصوا بقى اللي انا هعمله في نفسي، هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه، عشان ايه تقولوا ام سيف بتعمل حاجات غريبه في نفسها. خلاص خلصت كده التتبيله بتاعتي، بخلطهم كلهم مع بعض وبحط الخل عليهم والليمون زي ما قلت لكم. بعد كده بقى هجيب السمكيه واحشيها، احشي قلبها كده بالخلطه بتاعتي دي. طبعا هنا انا كنت بغلي لبن، هشيله بقى كده عشان خاطر برضو اللبن يكون موجود في البيت للاولاد، لازم اشربهم لبن. بصوا بقى اي زيت يا جماعه ما برموهوش، يعني لو انا حمرت سمك مره واتبقى معايا الزيت ما برموهوش يا جماعه. الزيت طالما نضيف بسيبه بصفيه وبستخدمه، لانه هو نضيف، انا حمرت بيه مره واحده، والزيت غالي قوي، فبصراحه مش بحاول ان انا ارمي اي زيوت لان الزيت غالي جدا. بصوا هنا بقى باخد شويه من الدقيق وعليهم شويه بابريكا
وبس كده. ولو عندك شويه كركم حطي. بس هي البابريكا بتدي لون حلو قوي يعني، ما تقلقوش خالص. بنجيب بقى السمكيه، وعايزه اقول لكم هي بتشف وبترف كده من جوه. نضفتها انا جوزي، بصوا لو جبت له السمك متنضف من بره بيقرف جدا، فلازم انا اللي انضفه. حطيت التتبيله بتاعتي وببدا بقى كده اعفرها بالدقيق يمين وشمال، وهاجي احطها في الطاسه اللي قدامكم الالومنيو دي. الطاسه صغيره للاسف الشديد، طلعت صغيره. هضطر بقى انقل في طاسه تانية. هتشوفوا دلوقتي اللي انا فيه. جايه احطها كده الطاسه صغنونه على السمكيه. السمكيه ما شاء الله حجمها حلو. انا جبت 3 سمكات يا اخواتي علشان انا والولاد. نقلت بقى في الطاسه التانية التيفال دي. هي مرهقه شويه بس حلوه، محدش يتريق على الطاسه بتاعتي يا اولاد، انا شايفاكم اهو. المهم هنا بعد ما نخلص بقى السمك، هنغرف بقى بولات رز كده اللي هو الاحمر بتاعنا الجميل بتاع السمك الصياديه دون. والسمك بتاعنا حطينا عليه رشه من البقدونس. وعملنا بقى الطماطم عملناها بنفس تتبيله السمك كده، الثوم والفلفل الرومي، ورشينا عليها ليمون. وادي الاكل بتاعنا النهارده، غدا جميل وموفر واقتصادي. مش اقتصادي قوي، نص نص ماشي. بس هو يعني انا جايبه كيلو سمك، كيلو و40 جرام تقريبا، يعني مش مكتره عن الكيلو ماشي، ما يغركمش المنظر يعني. فانا ما دفعتش كتير، فالحمد لله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه